الحقوني يا ناس، أنا الفراخ. أنا لو اتسخنت قبل كده ما ينفعش أتسخن تاني. لما بتسخنوني مرة ورا مرة البروتين اللي جوايا بيتكسر ويتغير ويجيلكوا مشاكل في الهضم، والبكتيريا بتنمو جوايا وطعمي بيبقى وحش، وممكن أعمل تسمم لو كنت متخزنة غلط. أنا السبانخ على الرغم إني كل فوايد وحديد، بس ببقى أخطر أكلة لو اتسخنت تاني. أنا والتسخين أعداء، عشان النترات اللي جوايا مع التسخين ممكن تتحول لمادة النيتريت السامة، ودي مضرة جدا وخصوصا للأطفال. فأنا يا جماعة بتاكل طازة وفريش. البيض لو سلقتوني او عملتوني اومليت او باي طريقه يبقى كده خلاص ما ينفعش اتسخن نهائي. لما بتسخن تاني البكتيريا بتتكاثر جوايا والبروتين اللي فيا بيفقد قيمته وريحتي بتتغير. يا تاكلوني صح يا تسيبوني في حالي. يا جدعان، أنا الملوخية أنا مش شوربة عشان تفضلوا تسخنوني كل شوية. أنا لما بتسخن تاني قيمتي الغذائية بتقل وطعمي بيتغير، ولو اتسخنت كتير المادة اللي جوايا بتتحول لمادة سامة وببقى مضرة جدا. وكمان تسخيني ممكن يعمل اضطرابات في الهضم. فيا ناس كلوني طازة وفريش عشان صحتكم وصحة عيالكم. انا الرز وانا اخطر واحد في الحكايه دي. لو اتسبت بره التلاجة اكتر من ساعتين واتسخنت غلط بينشط جوايا بكتيريا اسمها باسيلاس سيرياس، والبكتيريا دي بتطلع سموم، والسموم دي التسخين ما بيموتهاش، يعني تسمم مباشر. عشان كده انا بتسخن مره واحده بس على درجه حراره عاليه وبعد كده اترمي. أنا بقى رمانة بقرا كل تعليقاتكم وبفرح بيها قوي. استنوني كل يومين في فيديو جديد. سلام.